أهلا بكم من أمريكا مع أيمن. معايا شخصية جميلة، كنا مع بعض قبل كده من فترة، عملنا حلقة حلوة خالص عن تصليح الكريدت سكور. كريدت ريبير طبعا يعني هي غنية عن التعريف، أنا مش هقدمها. أستاذة هناء إبراهيم، أهلا وسهلا بيك. أهلا بك يا أيمن. اي ان تي كريدت ريبير، طبعا ناس كتيرة جدا من الناس اللي بتتابع القناة عارفين حضرتك طبعا، وأنا بشكرك إن أنت لقيتي وقت إن أنت تبقي معانا تاني النهاردة ونتكلم عن نقطتين كنا فتحناهم في الفيديو اللي فات، وقلنا المرة دي إن شاء الله هنجاوبهم بالتفصيل. آه... ليه انا محتاج اعمل كريدت ريبير؟ ليه؟ واي. آآ why؟ يعني زي برضه ما قُلنا إن في البلد دي بالذات الcredit score هي كل حاجة. تمام. هي اللي بيعتمد عليها الinterest rate، لو حد عايز يشتري بيت، لو الscore واطية يبقى الinterest rate عالي، وكل ما الscore بيعلى، كل طبعًا ما الinterest rate بيوطى، وده بيبقى حلو لإن بالذات في البيوت وكده، دي حاجة هتقعد 30 سنة أو يعني مدة طويلة جدًا unless بقى حد يعمل refinance وبرضه هيحتاج الcredit score. غير البيوت وكده، كل حاجة بنعملها في حياتنا محتاجة الcredit score في أمريكا. عايزة أشتري عربية، عايزة أشتري أي حاجة، كل حاجة بتعتمد عليها. اكيد. ده ليه؟ بس امتى بقى انا اقول ان انا محتاج اعمل كريدت ريبير؟ يعني هل انا ممكن يكون الرقم هو اللي بيحدد بس، ولا في حاجات في التقرير الائتماني بتاعي نفسه هي اللي بتقول انا محتاج اعمل كريدت ريبير؟ السؤال ده انا اشوف انت ركزتي ازاي كده، علشان انا عارف ان السؤال ده سؤال مهم. لان في ناس اوقات بتقول انا مش محتاج اعمل كريدت ريبير. ليه اعمل كريدت ريبير؟ هو الكريدت هيتصلح لوحده. فاحنا قلنا انت لازم تعمل كريدت ريبير علشان الاسباب اللي حضرتك ذكرتيها، ان هو مهم في كل حاجه. بس امتى بقى الرقم او دلاله الرقم بتاع الكريدت سكور بتاعي يقول لي ان الكريدت بتاعي نوت هيلثي، او ان الكريدت بتاعي ده محتاج يتصلح؟ إمم. انت بما ان حضرتك في المجال بقى بتقولي للكلاينت لا انت الكريدت بتاعك اتس اوكي يعدي، لا ده لازم نعمل. فامتى دي؟ امتى القرار ده بيتاخد؟ هو 99% point 99 الناس كلّها بتقول أنا مش محتاجة أعمل حاجة، ايوه. لغاية لمّا يتزنقوا ويبقوا فعلًا محتاجين يعملوا حاجة. اوكي. يعني بيتهيأ لي إن معظم الناس دي آخر حاجة في مخّهم موضوع الcredit score ده، لإن مهم. هُم بيروحوا مثلًا Macy's يقولوا لهم تحبوا عايزين credit card؟ عايزين، ويلاقوا نفسهم خدوا. مهم. فما بيفكّروش في الموضوع ده لغاية لمّا حاجة كبيرة تحصل. يعني أكبر حاجة ممكن أفكّر فيها هي البيوت، لإن مهم. بيبقى حد عايز يشتري بيت، أو يبُص يلاقي نَفْسه بقى declined. يعني مرّة واحدة يبُص يلاقي إن عايز يقدّم على حاجة ومش قادر يقدّم عليها، أو عايز يشتري عربية وبيلاقي نَفْسه بياخد interest rate 20% والّا حاجات كده غريبة. مهم. في الوقت ده الشخص ده بيبتدي يسأل هو في إيه. لكن المشكلة اللي بتحصل إن معظم الناس بتستنى لغاية آخر ثانية، وبعدين ييجوا فاكرين إن هم أول ما بييجوا للcredit repair company إنه خلاص الcredit اتصلّح. طبعًا ده فكرة غلط، لإن الموضوع ده بياخد كذا شهر. فإمتى بقى المفروض إن إحنا نخلّي بالنا؟ مهم. إني أنا دلوقتي بافكّر إن أنا عايزة أشتري بيت بعد سَنة، اوكي. أو بافكّر إن أنا عايزة أغيّر العربية بتاعتي، أو في already idea في مُخّي شغّالة، في حاجة هاعملها، في goal عندي. مهم. وأنا الcredit score بتاعي مثلًا 640، 650، يعني حاجة يعتمد طبعًا على الولاية. أنا باعمل ولايات أمريكا كلّها، كل ولاية بيبقى ليها حاجة معيّنة، لكن again كل ما الscore بيعلى كل ما الinterest rate بيقل. فأنا عايزة أشتري بيت، لأ أنا هابتدي أشوف طَب أنا أصلًا الcredit score بتاعي ده واطي ليه؟ إيه اللي موطّيه؟ مهم. فأنا يا إما هابتدي أشوف إيه المشكلة اللي فيه، يا إما هاروح لشركة إن هي تبتدي تعلّي الscore ده، وتبتدي تعرّفني هو فيه إيه وإيه اللي ممكن يعمله عشان نصلّحه. أو يعني الموضوع بياخد كذا شهر. it has to be pre-planned علشان خاطر إن هو يتضبّط يعني نقدر ويعلى. نقول إنه بيبتدي من وقت التخطيط المالي الصح. يعني أنا لمّا باكون مثلًا لنفرض إن إحنا دلوقتي في بداية 2024، وإحنا كبداية عام إحنا بنبتدي نعمل plans لحاجات كتيرة. يعني لو أنا عامل حسابي إن أنا هابتدي أشتري بيت مثلًا في النُص التاني من السنة، أو في أول 2025 أو whatever، لازم أبتدي أخطط من الأول. يعني نقدر نقول إمتى بابتدي أعرف إن أنا محتاج أصلّح الcredit بتاعي؟ لمّا أبتدي أحط plan financial plan لنفسي، أو خطة مالية أشتغل عليها.
ويعني لو تفتكر في مره كنا بندردش وكنت بقول لك هو كله مربط ببعضه. مم. يعني الضرايب مع الكريدت مع السيفنجز، ما اقدرش اقول ان انا هاخد قرار ان انا اشتري بيت او اشتري عربيه او اعمل اخد مثلا تمويل علشان مشروع الا لما يكون كل الموضوع متناغم مع بعض، الكريدت مظبوط، الضرايب سليمه، السيفنجز او المبلغ اللي انا موفره عشان احطه سواء داون بيمنت لبيت او لعربيه او احطه مثلا كبدايه اسد لمشروع يكون مظبوط. يعني الموضوع محتاج تخطيط. يعني العشوائيه الغير ماشي. منظمه اللي بتحصل اوقات ان انا يلا انا عايز اشتري بيت دلوقتي مش هتنفع. صح. طيب نراجع مع بعض بس حاجه صغيره خالص كنا اتكلمنا فيها قبل كده برضو نفكر الناس اللي بتتابعنا. نقول بسرعه كده ايه الحاجات اللي بتخلي الكريدت بتاعنا يقع. يعني عشان نتجنبها، يعني هنقول بسرعه جدا تاني، هنراجع بيقولوا التكرار يعلم الشطار، فهنراجع بسرعه كده نقول ايه الحاجات اللي بتخلي الكريدت بتاعي يقع، فاتجنب ان انا نعم. اعمل كريدت ريبير. يعني يبقى عندي كريدت هيلثي. يعني حتى الناس اللي بتتابعنا لسه جايه امريكا جديد دلوقتي واول مره تتفرج علينا، الناس طبعا القديمه اللي متابعانا وبتشوف الفيديوهات عارفين الستبس اللي كنت قلتها لنا المره اللي فاتت، بس سريعا كده تاني نعمل ريفرش. ايه الحاجات اللي انا اعملها عشان اتجنب وقوع الكريدت وفي نفس الوقت ابني كريدت؟ هو انا هرد على السؤال ده، بس افتكرت نقطة عايزة اقولها برضو لو اتفضل. سمحت. اتفضل. اني حتى لو لسه ما عملتش بلان، مهم. بس لو الكريدت سكور واطي it's مهم. still good ان انا ابتدي اصلحه، او ان انا ابتدي اشوف اصلحه ازاي. اوكي. ليه؟ لان انا ممكن ما يبقاش عندي بلان النهارده، بس يجي عندي بلان بعد 6 اشهر وابقى انا لسه ما عملتش حاجه. مهم. فيعني both ways السكور لازم، الكريدت سكور لازم يتصلح. طيب. الحاجات بقى اللي هي يعني ممكن نعملها علشان يعني ما يقعش مننا، هي ان مثلا اول حاجه لازم ندفع الديون on time. حته ان يبقى في late payment دي قاتله. مهم. بتروح موقعه السكور بطريقه رهيبه. اللي هي اللي مصاريف بيحصل ان التاخير، بيجي اللي هي ليت ايه. بيمنت، اللي هي مصروفات التاخير. يعني كل ما بتاخر كل ما بيحط عليا مصاريف. عشان اه تبقى برضه اللي مش عارف ايه هي الليت بيمنت، لما انا ما بدفعش في ميعادي الشركه اللي مسلفاني بتحمل عليا مصروفات دي. طبعا، وده بينزل السكور حوالي 30% ثانيه كده. هو في ناس كتيرة يعني شفت إن هي حاجة بتتعاد كتير، إن ناس ينزلوا مصر 3 4 أشهر ويوقفوا دفع كل حاجة، مم. ويرجعوا الدنيا بتكون خلاص باظت. مم. فطبعا لازم كل حاجة تدفع on time. مش كل واحد يقول لنا نفتح لكم كريدت كارد نفتح كريدت كارد. ده مش حلو إن أنا يبقى عندي 20 كريدت كارد. مم. أنا محتاجة كل اللي أنا محتاجاه 2 3، مم. لاني كل ما يبقى الكريدت كاردز كتيره، حتى لو انا مش مستخدمه الكارت، يعني مثلا الكارت ده عليه 5000، مش عليه الليميت بتاعه 5000، ده الليميت بتاعه 2000. دلوقتي الليميتس $10,000، بس انا مش مستخدمه حاجه. بس البنك متوقع ان انا ممكن في اي ثانيه اروح سحب الفلوس دي مم. فلوس متحوشه لي. مم. فمش كترهم هو اللي بيبقى حلو، بيبقى برضو خايفين. فأنا مثلا يبقى عندي 2 3. البالانسز مهمة جدا جدا جدا. البالانس لازم يبقى 30% من الليمت أو أقل. يعني إيه؟ يعني الكارت مثلا $1000، الليمت بتاعه $1000، أنا مش مفروض أصرف أكتر من $300 منه. ولو صرفت يعني أدفعها، تفضل 30 أو أقل. أول ما بتزيد عن كده السكور بيروح نازل. يعني مثلا يبقى الكارت $1000 وانا عليا $900، انسى. مم. حتى لو هي نمرة صغيرة، حتى لو الكارت عليه $300 مم. وانا عليا 250، بيعتبر برضو هاي بالانس. مم. الكارت ده بيبقى under high balance status، فبيروح مأثر في الكريدت سكور. فأنا ما افتحش كريدت كاردز كتيرة، أدفع الديون بتاعتي on time. قفلان الكريدت كاردز برضو بتوقع، فممكن ان انا اسيبه. ما اتصلش بالبنك اقول له علي لي الليمت، ما اعملهاش، لان اول حاجه هيعملوها ان هم هيخشوا يشوفوا الكريدت سكور بتاعي. مم. لكن ممكن يجي لي جواب يقول لي في فرق ما بين pre approved و approved. مم. لو pre approved وجالي جواب بيقول لي انت pre approved الكريدت كارد، الناس بتفتكر ان هم خلاص الكارت ده بتاعهم. لا، بيروحوا على طول
برضه يبصوا على الكريدت سكور، وممكن يبقوا ديكلاين ويضيع لهم الكريدت سكور. لكن لو جه جواب بيقول approved مش pre approved approved، الكارت ده بيبقى يعني لو يروح البنك يلاقي almost الكارت مستنيه، لان بيبقى محطوط في البروفايل بتاعه، يقول له ده انت عندك approved credit card، ما يبصوش على الكريدت سكور. ف فكتر اي حاجه مش حلو يعني. ده اللي انا عايزه اقوله. بمناسبة إن أنا بزود الليميت، هل لو حد البنك من نفسه هو اللي على الليميت، هل دي مشكلة ولا يعني لا، هما اللي عملوها. هم اللي عملوه؟ يعني شافوا إن هو هما الهيستوري بتاعه كويس وقالوا له إحنا كنت أنت عندك 5000 إحنا خليناهم 7. دي صح، مشكلة زي مش بالظبط ما البنك لو قلق ممكن يروح هو اللي منزل الكريدت ليميت. يعني تبص تلاقي ان حد عنده كريدت ليميت ب 5000، والبنك حس ان الديون بتاعته كترت، يبص يلاقي مره واحده ان الليميت بقت 2000. طب انتوا نزلتوه ليه؟ عشان احنا قلقنا، عشان انت عملت لي خير بيمنت، عشان خير. انت عملت كذا. يخافوا على نفسهم يروحوا منزلين الفلوس. مظبوط. دي حاجات جميلة جدا، أتمنى يعني الناس اللي بتتابعنا كلها تمشي على الستبس دي، لأنها بصراحة بتفرق كتير في كل الخطوات بتاعتك. ويعني طبعا أنا عارف إن وقت النهارده ضيق جدا، فأنا مش عاوز أوصل منك أكتر من كده، بس كتر خيرك إن أنت يعني جيتي النهارده. عايز أقفل بحاجة صغيرة، كنا لو تفتكري في الدردشة كنا اتكلمنا فيها على موضوع إن الكريدت مش بس ريليتد للبيع والشراء والحاجات دي كده، في شغلانات فيدرال ناس بيطلبوا مش من فيدرال بس، وفي شغلانات البنوك كتير، البنوك. والبنوك مم. انك لو مم. هتشتغل في حاجه مثلا ليها علاقه بحاجات ماليه، IRS، هتشتغل في بنوك، هتشتغل في حاجات فيدرال، حاجه ليها علاقه مباشره جدا بالتحليل المالي او الحاجات اللي زي كده، بيطلب منك ان يتعمل عليك كريدت تشيك، ريبورت. كريدت ريبورت، علشان يتاكد ان انت حد مسؤول وملتزم، لان ده بيعكس شخصيتك، مدى التزامك في دفع فواتيرك ومدى التزامك في دفع الكريدت كاردز بتاعتك، بتعكس قد ايه انت شخص ملتزم. لو شغلناك في المكان ده هتبقى ملتزم في مهام عملك يعني. انا سعيد كالعاده، يعني انا الحديث اللي اسعد. لا ينتهي. انا عارف ان النهارده خطفتك كده بنص شغلك، فمتشكر لا، يعني. انا اللي متشكره يا ايمن خالص. ربنا يخليك، واتمنى الناس اللي بتتابعنا لو عندها اي اسئله، انتوا شايفين ان هسيب لكم دايما رقم تليفون استاذه هناء، هي بتبقى سعيده انها تساعد الناس. ولو عندك مشكله في الكريدت ريبير، في كريدت سكور ومحتاج تعمل كريدت ريبير، تقدر ترجع لها. الشركه بتاعتها ANT كريدت ريبير سيرفيس، تقدر ترجع لها وهي بتكون سعيده انها بتساعد كل الناس، وهتقول لك الشورت كاتس على طول، مش هنروح ونيجي كتير. بشكرك جدا استاذ هنا على تشريفك لينا النهارده بجد، ونورتي القناه. وبص بنورك. تعيش، وبشكر كل الناس اللي بتتابعنا، بشكركم جدا. طبعا ما تنسوش الناس، يا ريت من فضلكم كل ما بتعملوا شير للمحتوى بتاعنا كل ما بنقدر نوصل لاكبر قدر ممكن من الناس، وكل ما بتعملوا لايك، تكتبوا حاجات تحت الفيديوهات اللطيفه اللي انتم بتكتبوها لنا دي، بتخلي الناس تشوف الفيديوز بتاعتنا اكتر، سواء على اليوتيوب او على الفيسبوك. بشكركم جدا جدا جدا، وكان معكم ايمن من